اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده زي ما انتم شايفين كده حبايبي هنعمل مع بعض النهارده اكله اقتصاديه 100%. هنعمل القرنبيط ب10 جنيه بس. هتجيبي قرنبيطه وهتاكلي بيها بيتك كله وهتغديه النهارده ب10 جنيه. شوفي بقى الطريقه بتاعتنا هنعملها ازاي وكملي معانا الفيديو حبيبتي، وانت هتشوفي ازاي هتعملي ب10 جنيه وجبة غدا تغدي بيها بيتك. زي ما انتوا شايفين كده القرنبيط انا نضفتها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، بتتقطع كده اهوت بالسكينة من هنا كده. هوريكم برضو كده، وبشيل فيها الحاجات الزيادة ديت اللي فوق وبس زي ما انت شايفة كده. انا هكملها بقى واقطعها وارجع لك نشوف هنكملها ازاي الوجبه الغدا النهارده ب10 جنيه. ورجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده بعد ما قطعته، وطبعا بشيل القشره بتاعته من فوق والحاجات الزياده. طبعا انت ممكن تعمليه مقلي، تعمليه في الفرن، خليه تحفظيه في الفريزر زي ما انت عايزه. طبعا قيمه غذائيه في بيتك هتاكليها. انا معايا حله على النار هنزل فيها برشه ملح، معلقه صغيره ملح ورشة كمون. حطي كده حبة تاني وبس. زي ما انتوا شايفين كده المية بتغلي اهيت، هتغلي معايا. هنزل فيها يدوبك فيه اول ما تغلي على طول اروح شايلاها منه على طول، ونرجع نكمل ونشوف هنعمل ازاي. كنتين حبايبي زي ما انتوا شايفين كده بعد ما سلقت القرنبيط غسلته طبعا بمية ساقعة وصفيته كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى معانا ايه؟ معانا بولة فاضية، معانا هنا طبق فيه دقيق وحاطه فيه معلقه بيكنج باودر صغير، معانا هنا طبق فيه نشا، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. معانا خضره طبعا. دلوقتي بقى هننزل بالخضره حبايبي على طول كده. هننزل بالميه الاول، نقول بسم الله. معانا كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل دلوقتي ب4 معالق دقيق، اول المعلقه بتاعتي الكبيره يبقوا معلقتين كفايه. زي ما انتوا شايفين كده نقلب نقلب كده عشان الدقيق ما يكلكعش معانا. انتوا ما لاحظتوش اللي انا قلت بيض؟ لان احنا مش هنعملها ببيض، احنا هنعملها اقتصاديه من غير بيض، هتطلع مقرمشه وجميله وهتاكلي احلى قرنبيط. دلوقتي بقى هنحط معلقتين نشا كده، وهو ده اللي هيخليها تقرمش معانا. والبيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده. قلب. هنزل بالخضره عليهم ونقلب كمل تقليب مع بعض. طبعا الخضره ديت عودين شبت على بقدونس وكزبره. نقلب. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. هنحط بهارات فراخ، بهارات لحمه لو عايزه الطعميه. انا هحط بصل بودر وتوم بودر. نحط كركم، نحط رشه كمون. طبعا الكمون عشان الانتفاخات، لان كمون عشان قرنبيط. حابه انت تحطي حبه شطه براحتك عشان تخليه سبايسي. نحط رشه الملح على قد الملح اللي انت بقى بتقدريه بايديكي. انا كده هقول معلقه صغيره ملح. حطيت رشه شطه عشان خاطر ايه يبقى سبايسي كده. انت مش حابه براحتك. هقلب بقى كده. نفس التوابل دي بالظبط هحطها على الدقيق علشان اطعم بيه القرنبيط بتاعي. وهنزل كمان بمعلقه نشا دلوقتي معاكم زي ما انا قلت لكم واقلبها. هنزل هنا بقى دلوقتي كده بالقرنبيط على طول في الصوص اللي انا عملته دوت. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده. احنا ممكن نسيبه في التتبيله دي ممكن نص ساعه كده عشان ياخد الطعم منها ويمسك فيها، لكن انا بس عشان انا عايزه اعملها قدامكم اوريها لكم، فانا هوريها لكم كده على طول. طلعها من هنا وانزلها
في الدقيق. طبعا انا هتبل الدقيق ده بالتوابل، بس انا بوريكم بس قدامكم كده كده، وهنزله في زيت غزير وهوريكم شكله النهائي بسر القرمشه بتاعته، وهوريكم شكله النهائي لما اقليه ان شاء الله. رجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده شكل القرنبيط يا عيني عليه مع حبه مخلل اللف، برضو انت تعمليهم بايدك في البيت. القرمشه بقى سامعين طبعا انتوا سامعين القرمشه، ولا بيض ولا اي حاجه، حبه دقيق ونشا وقومي يلا على طول اعمليه. لو عجبك الفيديو النهارده متنسيش تعملي اشتراك للقناه ولايكات كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.